السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع قطع الأكل بالنسبة للأرانب الأمهات. يا جماعة في فترة مهمة جدا جدا من الفترات اللي الأرنبة بتبقى محتاجة إن هي تاكل أكل كويس جدا وتتغذى كويس جدا. فطبعا الفترة دي يا جماعة لازم إن الأرنبة ما تقطعش أكل فيها. طيب هنقول ليه الأرنبة بتقطع أكل في الفترة ديت، وهنقول الحلول بتاعة الموضوع بتاع قطع الأكل ده، وإزاي نتفادى الموضوع ده. كل ده هنقوله في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. الفترة دي يا جماعة بتكون قبل الولادة ب5 أيام وبعد الولادة بحوالي 10 أيام. بنلاحظ إن الأرنبة ممكن أكلتها تقل، وممكن في بعض الحالات إن هي تقطع أكل خالص، بالذات بعد الولادة أو قبل الولادة بأيام بسيطة. طبعا يا جماعة الحالة ديت ممكن يكون سببها إن الأرنبة فيها أرانب كتير زحمين بطنها، فهي مش قادرة تاكل الأكل التقليدي يعني العليقة. فاحنا بندور على بدايل للعليقة تكون خفيفة على الأرنبة وسهلة الهضم، زي الكزبرة الخضراء أو البقدونس أو البرسيم لو متوفر عند حضرتك البرسيم، أو ورق الخس أو ورق الكرنب، أو بعض البطاطا أو البدنجان أو الحاجات دي كلها يا جماعة بنقدر ان احنا نحطها للارنبه. الحاجات دي طبعا خفيفه على الهضم وسهله الهضم، لان طبعا فيها هي طبيعيه وفيها الميه بتاعتها، يعني الارنبه بتمضخها فبتتهضم على طول معاها، عكس الاعلاف اللي هي الجافه او المكبوسه، فهي بتعوز ان يحصل لها تخمر لسه في المعده، وتبدا ان هي تتبل من العصاره بتاعه المعده، وتبدا ان هي تتهضم، فبتاخد موال كبير. غير ان الخضره يا جماعه او الحياه الخضراء هتساعد على ان الارنبه يكون فيها لبن، ويكون فيها عندها قدره على الولاده في الفتره دي. طبعا بعد الولادة يا جماعة لازم طبعا ان احنا برضو نراعي ان الارنبة ما تكونش قاطعة اكل، ونراعي برضو في الفترة ديت الاسباب اللي ممكن تقطع فيها اكل، زي مثلا انها ممكن تكون عندها التهاب رحم مثلا، زي مثلا الارنبة ممكن يكون عندها التهاب ضرع مطرح فطمت مثلا حضرتك بدري والارنبة فيها لبن ياما، فحصل عندها تحجر للبن وحصل عندها التهابات ضرع. فلازم طبعا ناخد بالنا من الكلام ده كله. لما الارنبه تقطع اكل يا جماعه يبقى فيه مشكله لازم ان احنا نعالجها. فاما المشكله دي بتكون مرضيه زي ما قلنا، زي التهابات الرحم، زي التهابات الضرع، زي بنبص في الارنبه نشوف عندها برد، زي بنبص في الارنبه نشوف عندها تسمغ مثلا، نشوف عندها جرب، نشوف عندها اي مشكله مرضيه. بنبص على تحت الارنبه يا جماعه على الزبل بتاع الارنبه، مهم جدا نشوف الزبل ده شكله طبيعي ولا هو لين، ولا الأرنبة أصلا عندها انتفاخ ومش بتعمل زبل خالص. لازم إن احنا نشوف الكلام ده يا جماعة، لأن طبعا قطع الأكل ده مش طبيعي، فلازم إن هو بيكون له سبب. فهو طبعا لو قلنا إن الأرنبة كل الأمور بتاعتها المرضية تمام التمام، يعني ما عندهاش أي مرض واضح عليها من الحاجات اللي قلناها دي كلها، هيكون الأرنبة مثلا بطنها مليانة، فيها مثلا عدد فيها 11 فيها 12 فيها أزيد من كده. فطبعا لازم إن احنا في الفترة ديت ندور لها على حاجة سهلة الهضم زي ما قلت، ما نسيبهاش قطع أكل، لأن يا جماعة بيكون فيها عدد، وبيكون العدد ده محتاج إن هو يتغذى، وبتكون الأرنبة محتاجة إن هي تكون متغذية كويس وجامدة أثناء الولادة عشان تقدر تولد العدد ده كله، وعشان تكون هي بخير والأرانب برضو اللي في بطنها تكون بخير. ما نقدرش إن إحنا نسيب الأرنبة من غير أكل. مزرعة الأرانب يا جماعة مش إحنا بنحط العلف وخلاص، وبنحط علف ومية وبنكنس الأرانب وخلاص، لأ، لازم إن أنت تلاحظ كل أرنبة بيكون ليها حالة معينة غير الأرنبة التانية خالص. يعني في أرنبة ممكن تولد وترضع وتبقى حالتها تمام التمام لوحدها، في أرنبة لازم إن أنت تعدل لها العش وتعدل لها العيال بتاعتها، في أرنبة ممكن إن هي ما تولدش طبيعي، بتكون أنت متعود إن أنت بتديها طلق صناعي في اليوم ال 31 مثلا أو ال 32.
فيه بعض الارانب ممكن تكون ما بتجابش للذكر، لازم ان انت تعمل لها تلقيح اجباري. في بعض الارانب ممكن يكون الخصوبة عندها ضعيفة، بتحتاج هي السيلينيوم او ثنائي فوسفات الصوديوم عشان ان هي تبدا تلقح. فطبعا يا جماعه، اللي حابب ان هو يشتغل في مشروع الارانب او اللي شغال بالفعل، ما ياخدش الارنب قاعده عامه ان هو اللي هيعمله عند الارنب ده هو اللي هيعمله عند الارنب ده هو اللي هيعمله عند الارنب ده. لا طبعا، كل ارنب يا جماعه بيكون له مواصفات معينه، فلازم ان انت تتعامل مع كل ارنب لوحده، وتكون متعود وتكتب الملاحظات ديت عشان تبقى عارف كل ارنبه انت بتتعامل معاها ازاي. والسلالات اللي انت هتاخدها برضو من الارنبه ديت هيبقى فيها نفس المواصفات اللي هي شغاله فيها بمميزاتها وعيوبها. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.